السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للنادي الأهلي. الوصول للمباراة النهائية كأس مصر، وده متوقع وباين في الملعب. يمكن بدأ الشوط الأول محاولات من النادي الأهلي إنه يحرز هدف حتى الدقيقة 32، أما أحرز هدف من ضربة جزاء عن طريق علي معلول. بس اللي أنا مستغرب له بقى، إنبي بيدافع بطريقة غريبة. النادي الأهلي فرقة كبيرة وفرقة جامدة وعندهم مفاتيح لعب كتير، بس مش بالطريقة دي. يعني مفيش حد بيقعد يدافع، وبعدين انت حتى انت بتدافع ولما بتقطع ما بنشوفش حاجة. يعني انا مش عارف هل هي دي طريقة لعب ولا دي خطة ولا دي ايه؟ انا مش فاهم. هتقول لي انا مش هينفع العب النادي الاهلي مباراة مفتوحة، تمام، مش هينفع تلعب الاهلي مباراة مفتوحة، بس مش هقعد ادافع. ده انت سهلت المهمة خالص على المدير الفني النادي الاهلي. انت حطه في حالة هجوم بصفة مستمرة. ثم هدف تاني مع بداية الشوط التاني، ثم تحرر شوية لعيبة انبي. بعد الهدف التاني بدأوا يتحرروا شوية عن طريق موديست، اللي انا شايف انه هيبقى السنة دي هينافس على هداف الدوري. حد يقول لي لسه مش بقى، لا، باين ان هو فرق كويس. الناس بتوع الكورة خاصة اللي بيلعبوا في المركز ده باين ان هو فرق كويس. وبعدين ما تنساش ان هو بيلعب مع النادي الاهلي، يعني هيروح كتير وهيجيله كتير. وانا شايف ان محدش هيوقف قطار النادي الاهلي. قطار مجري، ده 5 طلعوا، نزل 5. طبعا امام عاشور جاب الهدف الثالث في اخر المباراة في الدقيقة 85، ومع ذلك الاهلي ضيع 3-0 والاهلي مضيع. نزل كهربا ونزل طاهر ونزل امام ونزل كريستو. ايه ده؟ وكوكا. ادي الخمس تغييرات يقلبوا الدنيا. فالنادي الاهلي السنه دي عنده سكواد قوي جدا، والراجل بدأ يعمل شغل اعلى من اللي كنا بنشوفه بصراحه. يعني النهارده شايفين مهام لديانج، بما انه ديفندر راح خد ضربة جزاء، راح من ناحية اليمين، عمل اوفرات، اشتغل ناحية اليمين، مش موقفه يدافع بس. فالنادي الاهلي، يمكن انا قلت من يجي 3 فيديوهات، قلت النادي الاهلي طاير. الناس كلها النادي الاهلي في حتة تانية، والناس كلها بقى يخبطوا مع بعضين. كل الفرق اللي يبقى قريب منه شوية بيراميدز، بس برضو ما اعتقدش انه هيقدر على النادي الاهلي. فنقول الف مبروك للنادي الاهلي الوصول للنهائي نهائي كاس مصر، اللي اعتقد ان هو هيحصده، لان عنده كل المقومات بصراحه. كل المقومات موجوده على النادي الاهلي، بدلاء بلاعيبه في كل مركز، لعيب واثنين وثلاثه، واللي بينزل بيبقى افضل من اللي خرج. فالدنيا مع النادي الاهلي السنه دي هتبقى اسهل كتير. فان شاء الله في مباراه الدوري هيبدا بكره باذن الله. نتابع المباريات ونتكلم عنها. السلام عليكم.